عمرك جربت شعور إنك تطلع جبل، تطلع وتطلع وتطلع وتتسلق، وقبل ما توصل القمة ما فيش بمترين 3 تقوم واقع تاني، تقع على الأرض، تتصدم شوية، كده ترجع تحاول تطلع تاني، 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 وهوب تقوم واقع. ده كان حال أخينا الفترة الأخيرة. شُفت إزاي؟ النهارده هنكمل القصة، وهنشوف عمل إيه بعد الثورة. طبعًا أخينا قرر إنه هو إيه الحل؟ لك أن تجس يعني طبعًا تقدر تخمنوا براحتكم طبعًا كان إيه الحل بالنسبة له. طبعًا الحل كان واضح، يرجع الشارع تاني، وده كان بالنسبة له ده أسهل حل. راح فعلًا دخل مع واحد صاحبه شيك وفتحوا محل عصير. كان ساعتها trendy كده شوية إن هو أعمل بقى عصير بوريو وعصير مش عارف milk shake وأفوكادو مش عارف إيه، وقام عامل trend كده وراح عامل المحل بتاع عصير يعمل الحاجات دي. آآ طبعًا صرف كل اللي معاه، وكالعادة، كالعادة، كالعادة ما هي الغلطات هو ما بيتعلمش بالساهل. استلف، استلف، واستلف. طبعًا هو في مشكلة، خدوا بالكم، هو مخلِّف ولد وخلِّف يا دوب التاني ماشي، ما عندوش مصدر دخل، فهو كان الموضوع بالنسبة له يا قاتل يا مقتول. هو إحنا هندخل وهنشوف. وابتدى يستلف، فتح المشروع، هو عارف إن المشروع طبعًا هياخد له فترة طويلة عقبال ما يبتدي يقف على رجليه، كان كل أمله إن هو المشروع على الأقل يجيب إيه، المصاريف بتاعته. طبعًا المشروع ما جابش. آآ اصرف، 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 استلف، 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 لغاية ما الدنيا إيه، قفلت. يدوّر على شغل شمال، يدوّر على شغل يمين جنب المشروع، ما فيش. لغاية ما جه في لحظة بيقلِّب في الجورنال، لقى call center عايز ناس American accent ومش عارف إيه وبتاع وييجوا يشتغلوا من account أمريكاني ومش عارف إيه وبتاع. يعني فقال لي: "والله وأنا هاخسر إيه، أهو حاجة جنب المحل تسند." قام رايح عمل interview نجح، اشتغل، كان مبسوط بقى أوي بالشغلانة دي، boss عمّال يودّيه ويجيبه تمام، مرتّبها معقول جدًا، قدر يبيع وقدر يسوّي، فاسمه طلع ماشي، وكانت الدنيا لطيفة، هو كان مبسوط، يعني قال لك بس خلاص هو أنا كده إيه، أي تقصير بيحصل في المحل أنا باعوّضه من الشغلانة، مع أي مصاريف بتيجي هو بيعرف يسددها من الشغل، عرفت إزاي؟ لغاية ما المحل إيه، يُقف على رجله. وفجأة وبدون أي مقدمات كالعادة، كالعادة، ودنه وجعته جامد جدًا. فالناس اللي عارفة اللي شغّالة في الcall center عارفة إن أنت يعني ما تقدرش إنّك تشتغل على السماعة for a long period of time. وهو ما كانش عنده اعتراض، ويعني هم كانوا عارفين كمان في المكتب إن هو قوي أوي، فإن هو سَنة بالكبير وبالكتير يعني وهيطلع من الfloor وهيبقى إيه supervisor. بس أنا باكلّمك في حاجة حصلت في ظرف شهرين، شهرين ودنه بتوجعه جامد جدًا، لدرجة إن هو ما بيقدرش حتى يحطها على المخدة وهو نايم. ألم بشع. يروح عند الدكاترة ما فيش. كل الدكاترة يبصوا عليه، ودنك زي الفل ما فيهاش حاجة. طب يا جماعة الصداع إيه؟ لأ أنت بس ريّح شوية كده من السماعة وهو هيرجع يتضبط تاني. لغاية ما الراجل بتاع الcall center هناك فراح قال له: "باقول لك إيه، إيه رأيك في دكتور كان ماسك call center كبير ماشي، عايزك تروح له ماشي، وشوف خلّيه يبُص على ودنك." فراح للدكتور.
الدكتور كشف على ودنه، طلب منه شوية أشعّات وطلب منه شوية حاجات كده، تيستات ليها علاقة بالودان ومش عارف إيه وبتاع، وعمل التيست من هنا وهنالك الصدمة. الراجل قال له: "أنت لازم تسيب الشغل." هو حتى قالها له كده نصًا، قال له: "هو أنت مليونير؟" فهو اتصدم، فقال له: "لأ." قال له: "أنت عارف القوقعة بتاعة الأذن بكام؟" قال له: "لأ." خدوا بالكم أنا باكلمكم في كلام سنة 2012 مثلًا، 13 حاجة كده يعني. فقال له: "لأ." قال له: "القوقعة بتاعة الأذن ب1.000.000 جنيه." قال له: "يعني مش فاهم يا دكتور." قال له: "أصل أنت وزن ودنك فيها عيب خلقي كده، إن هي لمّا تمنع عنها الهوا for a long period of time القوقعة بييجي لها cramp والcramp ده مع الوقت هيقوم مؤدي إلى إن القوقعة تنفجر. أنت لازم تسيب الشغل ده حالًا وimmediately." هو ضحك جدًا قال لك يا دي النيلة تاني. ف آآ برضه هو اللي كان بينفعه الصراحة إن هو عنده شوية إيمان ومتفائل، يعني هو دايمًا إيه، ما عندوش يعني عارف الحتّة اللي هي يقعد يعيّط بقى وبتاع، لأ هو كبير ويزعل يوم وخلاص فاهم؟ دايمًا عنده تفاؤل، كان غباء بقى والّا تفاؤل ما أعرفش أسميه زي ما أنتم عايزين تسموه، بس هو كان دايمًا عنده تطلُّع للي قدّام. فروّح هو بقى كان زعلان على الشغلانة، كشغلانة هو كانت عاجباه ومريّحاه، عرفت إزاي؟ ف وهنا بقى نقطة إحنا اتكلمنا فيها المرّة اللي فاتت شوية، ماشي، إن ربنا كان دايمًا بيبعت له إشارات قبليها، وهو فعلًا قبل ما يسيب الشغل بأسبوعين، قبل ما تحصل المشكلة دي بأسبوعين 3 أخوه جه الصغير قال له إيه، قال له: "باقول لك إيه، ده في محل PlayStation ورا ورا البيت عندهم يعني ماشي، بتاع واحد صاحبنا، محل PlayStation ده هو ال ال صاحبه عايز يأجره وهيأجره بالequipment ما تيجي ناخده وبتاع." هو قال له: "لأ يا عم هاجيب فلوس منين ومش عارف إيه، أنا معايا فلوس، ده أنا مديون ومتنيل على عيني وبتاع." المهم إن هو استخار ربنا ساعتها ماشي، وأخوه قعد يزن فيه، فهو استخار ربنا كتير وراح قال أوكي، فراح قال له: "باقول لك إيه بُص، هو الحل الوحيد لو أنت عايز ناخد المحل ده ماشي، إن في جمعية مامته بتعملها أو واحدة صاحبة مامته بتعملها مش متذكر يعني ماشي، فإحنا ندخل الجمعية دي، فإحنا هنستخير ونشوف، لو الست وافقت تقبضنا على طول هناخد المحل، لو الست ما وافقتش مش هناخد المحل." آآ وقد كان، هم ابتدوا يسقوا في الجمعية وحصل الحوار بتاع ودنه، وهوب لقى نفسه في الشارع ماشي، يومين 3 والست وافقت على إن هو ياخد الجمعية في الأول، وانتقل من مرحلة تانية اللي هي كانت محل العصير وال الcall center إلى مرحلة إن هو محل عصير وplay station. ال ال النقطة دي هي كانت بالنسبة له المحل ده تحديدًا يعني كانت بالنسبة له حاجة لطيفة، ليه بقى؟ لإن هو كان شايف إنه المحل كبير وهو يقدر يعمل شركة 3D بتاعة إعلانات جوّه المحل ده، فدي كانت النقطة اللي مخلّياه نوعًا ما قال لك خلاص خلّي الPlayStation لأخوه ماشي، وهو ال ال الكرتون ده هو ده اللي هو عايز يعمله وشركة الدعاية والإعلان دي هو اللي يعملها، ده هدفه في الأول وكان حلمه من الأساس. وفعلًا خد المحل وضبّط فيه، وبعد كده قدر إن هو يشتري الequipment بتاعة ال3D وفتح الجزء بتاع ال3D وفي الوقت ده كان محل العصير بيخسر طول الوقت، ومحل الPlayStation إلى حدٍ ما بيكسب. آآ وابنه الكبير ابتدى يدخل المدرسة، يدخل KG ومش عارف إيه، والكلام ده.
المهم اتفق هو وصاحبه إن هم يفركشوا محل العصير لإن هو مش نافع، كالعادة برضه. ورسِّت العملية على محل البلاي ستيشن وشركة دعاية وإعلان اللي هو بيبتديها. طبعًا هو عليه ديون من محل العصير، فهمت إزاي؟ فهو مطالب إن هو يسددها، وعليه الجمعيات بتاعة محل البلاي ستيشن والحاجات اللي اشتراها لشركة الدعاية والإعلان، ده غير مصاريف البيت ومصاريف ولاده والمدرسة والكلام اللطيف ده. ماشي، كمّل، وقع وِحِش بدل مرّة، 2، 3، 4، 10، ما فيش، شركة دعاية والإعلان مش عايزة تُقف خالص، ييجي لها شمال، ييجي لها يمين، ما فيش، مش عايزة تجيب فلوس. البلاي ستيشن بيجيب. آآ بس كان مراته، والدته، الاتنين شايفين إن محل البلاي ستيشن بيخسر. هُم طبعًا مش عارفين التفاصيل لإن هو كان بيخبّي عليهم حاجات كتير أوي، شُفت إزاي؟ وإن أنت لازم إيه، تقفل المحل، ماشي، وتقفل الدوّامة والبلاعة بتاعة الديون دي اللي عمّالة بتتجدد وإيه، وتبيع الحاجة. بالمناسبة هو كان اشترى كل الequipment من الراجل صاحب المحل، فالحاجات اللي جوّه المحل دي بتاعته دلوقتي. المهم إن هُم مراته قالت له إيه، لأ والدته الأول، قالت له إيه، قالت له: "باقول لك إيه، بما إنّك أصلًا يعني خريج computer science وبتاع، ما تيجي تدرّس." فقال لها: "أدرّس يعني إيه؟" فقالت له: "درّس computer science." فقال لها: "لأ، أنا ما ليش في التدريس وما ليش في الكلام ده." فقالت له: "جرّب، هو أنت هتخسر إيه يعني؟" وفي نفس الوقت ده، في نفس اللحظة دي، مراته أو بعديها بشوية، مراته كلمته في نفس الموضوع. و ففي يوم كده لقاهم الاتنين جايبين له الinterview في مدرستين مختلفتين في نفس اليوم. الواد ضحك أوي يعني، قال يمكن ربنا عايز خير، فاستخار. و وقف بيقول لي وقف على ناصية الشارع بتاع بيته وعمّال يعمل حادي بادي، أروح الشغلانة دي، أروح الinterview ده الأول والّا الinterview ده الأول؟ فالمهم قعد يعمل حادي بادي، حادي بادي، فراح الinterview بتاع إيه، مراته الأول. وفي الخطوة دي ابتدى يفهم حاجات كتيرة جدًا عن الدنيا. راح يعمل interview، يُفاجأ إن مين شغال في المدرسة دي، واحد صاحبه من زمان جدًا وهُم أطفال. يا صديقي إيه الأخبار ومش عارف إيه، "لا تعالَ معانا أنت هتنبسط." وما أعرفش إيه وبتاع والكلام اللطيف ده. دخل عمل interview، كانت مدرسة British هي. الست صاحبة المدرسة دي ليه فضل عليها لغاية ليه فضل عليه لغاية النهارده، ودايمًا يجيب سيرتها بالخير لإن هي الست دي كان ليها سبب في تغيُّر حياته. فالست عملت معاه الinterview، الست انبهرت بالaccent بتاعته، وانبسطت أوي بشغل الكرتون. بُصّوا بقى، ده هو الconclusion اللي وصل في دماغه لغاية المرحلة دي من حياته. الست قررت تشغّله عشان هي عايزة تستخدم الCV بتاعه
في مسلسلات الكرتون عشان تقول أنا عندي مدرس عمل كذا وكذا وكذا. يعني فترة ال3D دي كلها تقدر تقول عليها كانت إعداد عشان يخش الكارير بتاع التدريس. 1. 2. الcall center كان ما هو إلا بس عشان يرجع يدرّب الEnglish بتاعه كويس أوي، ويكتسب الAmerican accent بشكل كويس أوي، فالست تنبسط. تخيّلوا تدابير ربنا وحكمة ربنا إنك تمُر بفترات في حياتك تكون ما هي إلا خطوات إعداد لمراحل تانية، وده درس مهم جدًا لازم تستوعبه. أنت هتمُر بحاجات في حياتك، خطوات في حياتك، هتشوف حاجات مضايقك ومنرفزاك ومزعّلاك ومطبّات ونيلة وقرف ويأس، بس المطبّات دي مع الوقت هتفهم إن دي سلالم أنت بتطلعها، ومن غير السلالم دي مش هتوصل لقمة السلم. دي خطوة، أنت هتتعلم منها حاجة عشان توصّلك للسلم اللي بعده. شايفين؟ حكمة ربنا. طبعًا هو النقطة دي لمّا أدركها فرح أوي، وهو فرح جدًا إن هو أدركها. هو فرح جدًا إن هو أدرك إن ربنا عمل ده كلّه عشان يوصّله للنقطة دي. طبعًا هو ليه انبسط في كارير التدريس؟ أولًا هو طيب. ثانيًا هو كان جاي من كارير بتاع ال3D. كارير الميديا الناس فيه صعبة أوي، ولقى نفسه بيتعامل مع أطفال، ومهما كان الشاب من دول أو الطفل من دول لئيم ومش متربي هو في الآخر طفل، فهو كان بيلتمس له العذر، فكان مبسوط، كان حاسس إن هو بيتعامل في الآخر مع أطفال، وكان حاسس إن هو بيدّي effect آآ على حياة الولاد دول، وكان بيتبسط أوي لمّا يحس إن الولاد دول اتحسنوا في حاجة أو عملوا، فكان مبسوط أوي بالموضوع. في الوقت ده هو طبعًا كان عنده المدرسة، وعنده إيه، المحل PlayStation وشركة دهب وإعلان، وهو كان شايف إن ده combination رهيب جميل. everything is good. الدنيا لطيفة، في مدرسة، في المحل، والدنيا لطيفة، ماشي. المحل ما بيجيبش فلوس أوي، أوقات بيخسر، مش عارف إيه بتاع. في الوقت ده بقى لمّا جات الشغلانة بتاعة المدرسة وابتدى يستقر والوضع بقى كويس وابتدى يجيب فلوس معقولة، وابتدى يسدد اللي عليه. هو كان عليه ديون كتيرة في المحل، عمل غلطة رهيبة. ودي من وجهة نظره إن هو راح خد loan، وهو سأل الشيوخ وسأل الناس وما أعرفش إيه وبتاع، وقالوا له: "أنت يعني ما أنت مش عارف تسدد اللي عليك وده هيعمل لك مشاكل، فأنت خُد الloan و و و وسدد اللي عليك." ما بين هذا وذاك والشيطان دخل له في ناحية، "يالّا، يالّا خُدوا، خُدوا ده هنخلص ونبقى كلنا بنسدد من حتة واحدة." وانتهى الموضوع. تيجي تسأله دلوقتي تقول له اللون حلال والّا حرام؟ يقول لك اللي عايز يقول يقول، بس أنا باقول لك اللون اللون حرام. دي وجهة نظري. ليه بقى هاقول لك. خد اللون، سدد اللي عليه، وسدد اللي عليه من هنا، والمحل اتخرب من هنا. الشغل قَل خالص، والدنيا بقت صعبة. وهنا برضه حصل حاجة مهمة جدًا.